مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها: موجة حر خطيرة تضرب المغرب. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. كشف الحسين عابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية ستعرف موجة حر إلى غاية نهاية الأسبوع، بعد تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة عن متوسط المعدل المسجل خلال بداية شهر مارس الجاري. وأوضح يعابد أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيسجل بالمناطق الجنوبية وبعض المناطق الوسطى على أن تستمر إلى غاية نهاية هذا الأسبوع بسبب مرور مرتفع جوي جعل السماء صافية خلال النهار مع بروز إشعاع يشبه الذي يكون خلال فصل الصيف. وشرح المتحدث ذاته أن هذا المرتفع الجوي أدى إلى الانتقال من كتلة هوائية باردة إلى كتلة هوائية دافئة، وما سيجعل درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة ببعض أرجاء المملكة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.